سعيد في التنفيذ. كرته راح تكون داخله مقوسه مرفوعه بشكل رائع. جول عن طريق الصغير القناص عمرو جمال يضيف الهدف الثاني للاهلي. اليوم تماما كان غائبا في كرة محمد ناجي جدها وغايب ايضا في الكرة الثانية من عمرو جمال الذي شوف اعادة مرة ثانية في القائمة الثاني. دفاع بقي يتفرج وينتظر التسلل، طبعا صعب الحكم عليها من الزاوية التي شاهدناها. بيجيب الكرة بيستخلص الاهلي الكرة بسرعة شديدة في الشوط الثاني، فدي عاملة شكل حلو. الجول الثاني ابن الالومنيوم القادم من اقصى صعيد مصر عمرو جمال يحط بصمته ويأكد. السنة اللي فاتت جاب جول يا جماعة في غزل المحلة في مباراة عصيبة في توقيت قاتل. ادي طارق سليمان فرحان، واكيد احمد ايوب، واكيد علي ماهر، واكيد محمد يوسف. دخل في توقيت قاتل، خطف الكرة من قدام مدافع، من قدام عمرو ومن قدام نادر. شوفوا نادر يعني بيكظم غيظه، يعني زي ما بيقولوا ايه، ضاغط على اسنانه زي ما انتم شايفين. لقطه في غنى عن التعليق، لكن اللاعب صاحب المهاره، اللاعب الصاعد الواعد صاحب الحماس بيحط نفسه صح ويحرز الهدف بشكل جميل قبل نهايه المباراه ب8 دقائق. قبل نهايه المباراه ب8 دقائق، يعني في الدقيقه 37 عمرو جمال يطمئن مدربه وجمهوره وعشاقه، لان كان في دقيقتين 3 قبل اللقاء، قبل الفصيل وظهير ايسر. ادي موسى ايدان بيعلقها. حلوه دي. الولد ده برضه عصفور الجنوب بيزود رصيده من الاهداف في اول بطوله دوري ابطال افريقيا له، يعني بيجيب كده. انه ادي هنا وسام البودي كان عايزها تمشي 3-1 مع الدقيقه 75 دقيقة 30 بيجيب جول جميل ضربة رأس قوية. 3-2. قلت لحضراتكم يعني هو عايز يبحث عن هدف 3-2. قلت لحضراتكم يعني هو عايز يبحث عن هدف او يحفظ عن ماء الوجه. هدف يعني كمان لو تعادل يبقى حاجة جميلة. ليه؟ حتى لو النادي الاهلي كرة طويلة وصلت مباشرة لموسيدان، يراقب الكرة بيسرى موسيدان. جول هدف في منتهى الروعة عن طريق الصغير دائما عمرو جمال. حطها لك فوق راسك موسيدان يا عمرو جمال، حطها لك بكيفية من اروع ما يكون. استلم بيمناه وزعها بيسراه، وانت كنت رائعا ومتألقا ومتميزا. ارتقيت وسط دفاع ايضا النادي الصفاقسي اللي مخيب ايضا في وسط الدفاع للمرة الثالثة. الهدف من العمق هذه المرة من عمرو جمال بروعة، يسجل الثالث وينقذ الاهلي من ظروف صعبة كثير في وقت كان النادي الصفاقسي بصدد العودة في المباراة. شوف المراقبة والتوزيعة بالكيفية الرائعة جدا وسط دفاع النادي الصفاقسي الذي بقي يتفرج على عمرو جمال وهو يرتقي ويضع الكرة بكل سهولة على يمين الحارس رامي الجريدي مسجلا الهدف الثالث للاهلي. 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجة. يا لها من فرحة، ولكن يا له من هدف مستحق، ويا لها من روعة عند عمرو جمال الصغير الذي يسجل هدفا ثالثا رائعا يمنح به الكثير من الأمان، ليس كل الأمان والاطمئنان، ولكن الكثير من الأمان والاطمئنان لعناصر الأهلي منذ انطلاقة المباراة. صعب الكرة هذه، أحمد شكري اختطف الكرة يلعبها من هناك على الجنوب خطيرة. جول تريزيجيه عدل النتيجة للنادي الاهلي من لعبة رائعة جدا، ثنائية ممتازة. تريزيجيه يفعلها ويعدل النتيجة عند الربع ساعة الاول من عمر الشوط الثاني. النادي الاهلي يعود من بعيد ويعدل النتيجة امام نجم ساحلي كان بامكانه يسجل هدف ثاني وثالث. شوف الخلل من هناك على الجهة اليمنى والخطأ. تريزيجيه لا يضيع كرات مثل هذه، يتمكن من اضافة من تعديل النتيجة. اللعبة كانت رائعة من احمد شكري. قلت منذ دخوله المس 6-7 صارت 10 تمريرات الان، تمريرات وكرات.
النادي الاهلي لا شيء الرجاء صبري رحيل يفوت على حدود منطقه الجزاء. هوبا التسديده احمد خطاب وجول، جول عمرو جمال. هجمه لاحمد فتحي، التسديده 2 الرجاء. ادي اللعبه وادي احمد فتحي وادي التسديده بقوه ترجع من احمد خطاب على طول. القناص الجديد هداف النادي الاهلي الجديد الناشئ الصاعد الواعد على طول بالمرصاد وسع. المشرف الاعلامي في النادي الاهلي الكوره هنا موسى يدان في الناحيه العكسيه وجول. موسى يدان وعرضيه وهو عمرو جمال. وهدف ايه؟ يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام عليك يا هداف يا كبير يا عمرو يا جمال. يعني الراجل صغير السن ولكنه كبير جدا. ده كوره ايه؟ ده الراجل طلع فوق الكل وحاططها رأسيه مثاليه تعلن عن الهدف الاطمئنان وهدف ال3 نقاط. ادي موسى يدان وادي عمرو جمال وطالع راكب الكل، راكب الناس كلها وحاططها بشكل جميل جدا. متابع مهاجم يا جماعه. مهاجم من ايه؟ من العيار الثقيل، مفيش كلام. حاجه على طريقه الالمان وطريقه اللي بايرن ميونخ واللاعبين المهاجمين الالمان وبروسيا دورتموند لما يطلعوا يركبوا الكوره بالعاب الهواء. طول اتلعبت الكوره وخطره ومين يقابل وهوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كوره حلوه ولفه زي لفه. هي شيطها حلوه ولفه جميله يا ولد يا عمر يا جمال. لعيب لعبها حلوه عمرو جمال. شوف اللفه هوبا كوره حلوه في الدقيقه 16 كوره حلوه عمرو جمال. لفه ده لف فاروق لف وعمرو جمال لف. الله على الاهداف الجميله. بقول لحضراتكم دلوقتي الناحيه الهجوميه عاليه جدا في الفرقه المصريه. احمد فتحي طلع بره بيتكلم. تاني الكرة العرضية جوه 18 عمرو جمال. جول عمرو جمال وهدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقة 25. بقول لحضراتكم لعيب صاعد واعد موهوب عنده القدرة وعنده الجهد وعنده التحرك. بيعيد التوازن للقاء عمرو جمال برأسه على يسار حارس المرمى عصام محمود ويسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. ادي اللعبة حلوة وادي عمرو جمال طالع كده مركز هنا مركز كويس. كرة احمد فتحي وشوفوا هنا طالع من اعلى ارتكاز وهيلعب برأسه على طول على يسار عصام محمود. هدف التعادل للنادي الاهلي. نعود لنقطة البداية في اللقاء اعزائي المشاهدين بعد 25 دقيقة. تصبح مرة تانية تريزيجيه بيدي اشاره باستمرار الهجمه المساعد الثاني وادي الكره الراسيه والجول. جول يا سلام يا سلام على الغزال، يا سلام على الجمال، يا سلام على الدلال، يا سلام على عمرو جمال في الدقيقة 74 يلقي برصاصة الرحمة في هذا اللقاء. بص شوف عبد الله السعيد وبص شوف الارتقاء وبص شوف التوجيه من الغزال من الجميل جمال عمرو جمال. يا ولد هدف تاني، هدف ذهبي. تيمومي تتلعب الكرة على طول عكسية وهدف. يا سلام الولد عمرو جمال. اوعوا من تركنني بقالكوا سنة. اوعى جدع. بقول لكم اللعيب اللي ياخد فرصته او ده خد فرصته. مانجا لعب 100 سنة لغاية دلوقتي، شكري لعب كتير، وادي الراجل دخل في توقيت حلو قوي عمرو جمال عشان يسطر لنفسه يعني يحضنه محمد يوسف. ادي تغيير في محمد يوسف وعمرو يحط هدف في وقت قاتل. عمرو جمال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي. بص ولد جميل دخل وراح وغمزها جت 100 كرة من كده زي لشكري وعبد الظاهر وسيد حمدي. بص يا سلام. انا لو من محمد يوسف اجيب شكري واجيب عبد الظاهر واجيب سيد حمدي 50,000 كرة في الحتة دي طول الماتشات. بص الولد الصغير موهبة، هنشوف الحلول الغير تقليديه والافكار لكل مدير فني. ادي كوره عرضيه على حدود المنطقه وادي عبد الله بيعمل كنترول. يا سلام على التمريره وادي تريزيجيه ولسه فيها خطوره. يا ولد جول الغزال عمرو جمال في الدقيقه 11 من اول لقطه
من اول لقطة واول اقتحام اهلاوي لمنطقة ال 18 لزعيم الصغر واحدة والتانية من الغزال جمال علشان يفتتح التهديف والتسجيل. بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية. عبد الله السعيد لمسة، تريزيجيه كورة متشتتة من سمير لكن على طول واحدة والتانية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف اول، هدف اول للفريق الزائر النادي الاهلي في هذا اللقاء، هدف من الغزال جمال علشان محمد ناجي جدو بيلعب كرة عرضية وادي الرأسية. جول 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 الغزال عمرو جمال، عمرو جمال الغزال، غزال عمرو جمال بيضع الهدف الاول للنادي الاهلي من عرضية مفيش اجمل من كده ورأسية نموذج. بص شوف عمرو جمال بيعمل ايه، بص شوف الغزال جمال بيعمل ايه. يا سلام على الراسية، يا سلام على التوجيه، يا سلام على الارتقاء. كرة لا تصد ولا ترد على شمال رمزي صالح في الوقت القاتل من